السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة طبخ ليلى بأمستردام. نتمنى الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله وشهوة جديدة غادي نحضر معكم كوشينيا، الاكلة البرازيلية المعروفة. مكونات بسيطة وطريقة سهلة. نخليكم تكتشفوا جميع المراحل، المكونات والطريقة، وهانتم معايا. بالنسبه للمكونات، عندي هنايا صدر الدجاج، عندي جوج فلفلات اللي قطعتهم على هذا الشكل، وعندي كذلك جوج اوراق ديال الغار او سيدنا موسى، كذلك عندي جوج حبات نتاع الثومه، وعندي هنايا الدقيق. غادي نخلي لكم المقادير بالضبط في صندوق الوصف. عندي هنايا قزبر ومعدنوس، واحد الكميه ديال الزيتون اخضر مقطع، وعندي هنايا جوج بصلات اللي شلطتهم، عندي هنايا 30 غرام ديال الزبده وجوج بيضات، عندي هنا لا شوبلور او الخبز اليابس، وعندي هنايا البزار، زيت المائده والملح. ندوزو للطريقه. هنايا خديت واحد الكاسرول وغادي نوضع فيها الماء بارد او دافي اللي كان. غنضيف عليها رشه من البزار او الفلفل الاسود، غنضيف عليهم صدر الدجاج، وغادي نضيف كذلك اوراق الغار او ورقه سيدنا موسى، خديت منهم جوج، وهنايا عندي جوج ضروس الثوم. هنايا غادي نضيف الملح كيبقى على حسب الذوق. غادي نخلي هاد العناصر حتى يتسلقوا لمده ديال 15 دقيقه، ونتلاقى معكم. كما كتشوفوا بعد ما تسلق لينا داك صدر الدجاج، غادي نحاول نصفيو، وداك الماء اللي صفينا غادي نعبروا منه 480 مليلتر. غادي نضيف عليه داك 30 غرام ديال الزبده وكذلك الكميه ديال الدقيق. غادي نحاول على نار تكون شويه متوسطه وانا كنحرك حتى يتجمع لينا الخليط. ضروري من التحراك باش ما يتحرق ليكمش. كما كتشوفوا هنايا بدا داك العجينه كتجمع لينا. غادي نستمر على هذا الشكل حتى نحصل على واحد العجينه اللي غادي تكون شاده راسها. من بعد ما طابت لينا العجينه، وضعتها في واحد الاناء وخليتها حتى تبرد. هنايا غادي ندوز نحضر معكم الحشوه. خديت تقريبا 2 معالق نتاع زيت المائده او زيت الزيتون، وغنضيف عليها داك 2 حبات نتاع البصله ونخليها حتى تنزل. من بعد ما نزلت ليا البصله، غادي نضيف الفلفل ونخليه كذلك حتى يبدا يدخل فيه الطياب. هنايا غادي نضيف رشه من الملح. غادي نحرك المكونات. هنايا كنكون داك صدر الدجاج اللي صفيت اللي تسلق لينا قطعته قطع صغيره على هذا الشكل، وداك 2 فصوص الثومه حكيتهم. غادي نضيفهم على داك البصله وكذلك الفلفل، وغادي نخليهم لمده ديال 3 دقائق حتى ل 4 دقائق. غادي نرش رشه من البزار. بالنسبه لهاد الاكله ما كنضيف حتى توابل، فقط البزار والملح. غادي نخليهم لمده ديال 3 دقائق حتى 4 دقائق كما قلت لكم مع التحريك، ونتلاقى معكم. من بعد ما طابوا لينا جميع المكونات، هنايا غادي نضيف قزبر ومعدنوس كذلك الزيتون الاخضر. غادي نحاول نخلط المكونات. غنخليه لمده ديال 2 دقائق وغادي نطفي عليه ونخلي الحشوه حتى تبرد ليا. عاد غادي ندوز نعمر به داك الكرات. كما كتشوفوا بعد ما بردت لينا العجينه، غادي تحاولوا تدلكوها مزيان، خليوها حتى تبرد.
هانتوما كتشوفوا هذا هو الشكل اللي خصنا نحصلوا عليه. غادي ناخذ واحد الكره، نتوما على حسب الحجم اللي بغيتو. غادي نحاول نوضع واحد واحد المساحه اللي غادي تكون على هذا الشكل اللي غنوضع فيه هذاك الحشوه. ضروري خص الحشوه تكون بارده. كنجمع الجوانب على هذا الشكل وغادي نشكلهم على شكل كرموسه. غادي نحاول نجمع داك الراس على هذا الشكل. الا شفتوا العجينه من الفوق بان غليظه نقصوا منها. الطريقه راه سهله. هذا هو الشكل اللي خصنا نحصلوا عليه. غادي نعاود معكم وحده اخرى. كناخذ واحد الكره وكنحاول نحربلها بين الكف ديال يدي وغادي نشكل منها واحد بحال شكل ثقب. نوضع داك الكميه ديال الحشوه وكنجمع الجوانب على هذا الشكل. كما قلت لكم الا جاكم الراس ديالها فيه العجينه بزاف نقصوا منها. وكنوضعها في واحد الاناء حتى نكمل الكميه اللي عندي. كيجيو على هذا الشكل. كما كتشوفوا طريقه سهله وما كتاخذش منا وقت بزاف. مده قليله كنوجدوا هاد الشهيوه. غادي نبقى مستمره على هاد الشكل حتى نكمل داك الكميه ديال العجينه اللي عندي وكذلك الحشوه ونتلاقى معكم. هنايا كناخذ داك 2 حبات نتاع البيض. غادي نحاول نخفقهم على هاد الشكل. بالنسبه للاناء الثاني غادي نوضع فيه داك لا شابلور. هنايا سمحوا لي ما ذكرتش معكم الدقيق. كما كما قلت لكم وضعت واحد شويه ديال الدقيق. غادي ناخذ داك الكره نتاع الكوتشينيا. غادي نمرمدها في الدقيق. من بعد غادي نضيفها كذلك على داك البيض. هاني غادي نحاول نخدم بيدي باش تجيني سهله. وغادي نوضعها كذلك في لا شابلور. غادي ناخذ وحده كذلك وغادي نوضعها في الدقيق وعاد كنضيفوها للبيض. المرحله الاخيره هي اللي كندوزوها في لا شابلور. كما كتشوفوا هنايا كنحاول نعطي ليها او نلبس ليها داك لا شابلور وكنوضعها في واحد الاناء حتى نكمل جميع الكميه اللي عندي. عاد غادي نبدا نقلي. غادي نبقى مستمر على هذا الشكل حتى نكمل الكميه اللي عندي. انايا كناخذ الزيت وكنخليها حتى تسخن. غير غادي نوضع داك الكريات. خصني نقص. حاولوا تنقصوا من النار باش ما طيب لكمش من برا وتبقى لكم من الداخل. غادي نقلي داك الكميه اللي عندي ونخليكم مع الشكل النهائي.
وهكا كيكون الشكل النهائي نتاع الكريات الكوتشينيه البرازيليه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، تبارطاجوها مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده. شكرا لكم على المتابعه، والى فيديو قادم ان شاء الله.